هاي يا جماعه، قوليلي هقول لكم على سر. انا ما قريتش ولا كتاب منه يا جماعه. بقالي ساعتين قاعده هنا بحاول اتقبل شكلي الطرحه السوداء، بس مش عارفه اتقبله. وهل تقبلته؟ لا. متخيلين ان في حد بيكره طرحه سوداء؟ متوقعش. بس انا ما بكرههاش، انا كان نفسي احبها والله وتبقى حلوه عليا، بس هي مبتبقاش حلوه عليا، يعني ده مش ذنبي. فالنهارده فيديو حلو لذيذ، اكيد هتستفادوا من الفيديو ده ان شاء الله يعني. فاول حاجه عايزه اقولها لكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان اكيد في سبب، لانه الفتره الجايه مجهزه لكم شويه فيديوز يا جماعه بجد والله. يعني انتوا وبصراحه انا مش عارفه ليه ماسكه ده، لان انا اصلا كاتبه الافكار في التليفون وكاتبه سكريبت في التليفون، بس ده بحس ان انا كتابه يدويه، مش بعرف احكي قد ما بفضل اكتب وكده على الموبايل وكده. ف عاملين ايه يا جماعه؟ بجد بجد انا مش بكلم حيطه، بكلمكم انتوا. اكتبوا لي اخباركم ايه، اخبار الاجازه ايه، واخباركم ايه كمان مره. انا مش عارفه الفيديو ده هيبقى ايه بالظبط، بس هيبقى حكاوي معاكي انتي، معاكي انتي. يعني حاسه الفيديو ده للبنات اكتر، عشان اتكلم بصيغه انتي وانتي وانتي كده، مش عايزه افضل اقول انت وكده. فانا قلت كده 3-4 مرات، كل شويه اعمل كده عشان سكريبت في الموبايل، او مش سكريبت يعني الافكار الاساسيه. اول حاجه، احذروا من مصاصين الطاقه. احنا اخر مره سمعنا عنها كانت مصاصين الدماء اللي في افلام رعب وكده. فايه هي دي؟ يعني انا متاكده ان انتوا اول مره تسمعوا عنها، بس انا من فتره سمعت عنها، ومتاكده كمان ان انتوا جربتوا الشعور ده، بس ما تعرفوش ان الاشخاص اللي قدامكم مصاصين طاقه. انا بجد الاسم بيضحك، الجمله بتضحكني، بس هتفهموا دلوقتي ليه مصاصين طاقه. اولا، مصاصين الطاقه دول اشخاص بيجولك امتى؟ يعني اشخاص هتلاقيهم عشان انت بنت، قابلوكي في حياتك وانتي في فترة مرحة، حتى لو انتي مش مرحة قدام الناس واللي هو بتتكلمي كتير، هم هيشوفوكي متزنة نفسيا وواعية وفاهمة ومتقبلة نفسك، متقبلة الدنيا بشكل عام. حتى لو عندك مشاكل، هم هيشوفوا ان انتي مش باين عليكي عندك مشاكل، هيجولك. هتقولي ايه الحظ السيء ده؟ لا لا لا، ما تستني، مش حظ سيء، هم اوريدي في حياتك، يعني في حياة معظم مننا. لو انتي مش في حياتك حد من دول فمبروك عليكي، كسبتي $1,000,000. هزر معاكي. هتلاقيهم في حياتك. الشخصية دي مش هتجيلك عشان هي عايزة حل لمشكلتها. بجد بجد ركزي في حتة، هي مش عايزة حل لمشكلتها، ومش عايزاكي كل ما تجيلها بحل لا انت مش فاهمة، طب خدي الحل التاني، لا لا مش فاهمة، الحل الرابع، الحل السادس. مستحيل، impossible تلاقيها جايالك بتقولك واو انا حاسه الحل ده فعلا هينفع. اسمعيني كده في الحته دي، هي هتكون جايه عشان تمتص طاقتك حتى لو ما عندكيش طاقه، بس هي في الغالب هتيجي بجد في اوقات عندك طاقه. والفكره ان هي اوقات بتكون كل يوم، يعني every day. فبجد انتي لازم تبعديهم عنك. نكمل. تمام. الشخصيه دي هتكون عايزه تاخد طاقتك وتديكي شويه طاقه كده. طاقه من انهي نوع يا مرام؟ طاقه سلبيه. يعني يا سبحان الله، يا ريتك ما جيتي في حياتي يا شيخ. طاقه، جرعه طاقه سلبيه كده. الطاقه السلبيه دي جايباها من فين؟ هي مطلعاها من جواها كده، يعني هي بتطلع طاقه سلبيه من جواها، وهي فعلا جواها الطاقه السلبيه دي، فبتفضل تطلع وتديكي، تطلع وتديكي لغايه ما تفضى. تمام، خلاص، يعني هي طلعت كل الطاقه السلبيه عندها. البنت دي هتلاقيها دايما حاسه باحباط شديد. كلنا بيجينا احباط، بس هي فعلا احباط، وهتطلع الاحباط عليك وهتخليكي تحسي باحباط يعني. ومش اي نوع من الاحباط، لا، هي احباط من الحياه بشكل عام. تمام. على طول هتلاقيها بتشتكي، ما بتعملش حاجه غير بتشتكي. على طول هتلاقيها بتقول قد ايه الحياه وحشه، قد ايه الحياه جايه عليها، عايشه دور الضحيه بشكل انت مش هتتخيليه. يعني اي حاجه ليها علاقه بالطاقه السلبيه حطي جنبها هي، وعلى طول يعني هي على طول بتقول حاجات حزينه، هي على طول بتشتكي، هي على طول بجد بجد اي حاجه ليها علاقه بالطاقه السلبيه. مصاصين الطاقه دول، البنت دي يمتلكوا الحاجه دي، بيحبوا دايما يكون على طول طاقه سلبيه. هم فعليا بيكون عندهم جزء حقيقي من الموضوع ده، هم فعلا حياتهم بتكون مش احسن حاجه. بس عايزاكم تفهموا يا جماعه ان الحياه برضو انت مش هتفضلي تواسي في دي وفي دي ودي، هتواسي في صاحبتك. وفي الغالب لو هي صاحبتك صح،
هي مش هتفضل حياتها كلها وحكاويكي كلها عباره عن احزان، عباره عن مشاكل، عباره عن هموم. لا تمام، لو سمحتي ما تقوليش هي صاحبتي لو طول الوقت بتحكي لك احزانها بس حرفيا ابعدي عنها، مش هقول لك اكتر من كده. الحقيقه ان هما بيكون عندهم جزء من ده، بس زي ما قلت لك انت مش مضطره انك تفضلي دايما تواسي فيها. انت محتاجه حاجه واحده بس تعمليها، وهي انك لو مش هتعرفي تبعدي عنهم الناس دول، حطي حدود. هي صاحبتك مش مقربه بس نسبه القرابه بينكم 80%، يعني الصداقه بينكم 80-70%، خليها 30. معلش يعني انا حطي حدود بينكم، يعني ابعدي العلاقه شويه وخلي في حدود بينكم. في احزان كتيره، معلش يعني خلينا نحكي عن حاجه تاني. عارفه ان هو الموضوع هيبقى احراج شويه، وطبعا ما ينفعش حد يكون بيحكي لك حزنه مثلا او كده وتيجي تقولي له خليها بعدين، لا مش هينفع. بس الفكره انه حاولي تكوني مستمعه بس وتديها شويه حلول، بس ما تكبريش الموضوع واللي هو تندمجي قوي في الحكاوي. اندمجي قوي في الحكاوي وحاولي تتفهمي الشخص قدامك وتستمعي له كويس، في حاله ان الشخص قدامك انسان متزن وانت عارفه ان هو مش بيستغلك عاطفيا كده او بتستغلك عاطفيا، لان احنا بنتكلم عن علاقه البنت بالبنت حاليا، صحاب يعني. بعيدي عن عقليه البنت الضحيه. اول حاجه يا جماعه عايزه اقولها لكم، يعني حاسه ان دي نصيحه مهمه بس هما كلهم مهمين زي بعض، بس ركزي فيها شويه ارجوكي، لان دي عقليه، يعني انت ده حاجه انت اخداها طول حياتك وعقليه انت ماشيه بيها، تمام؟ فالموضوع هيواجهك في كل حياتك، يعني من اول ما تنامي لغايه ما تصحي، من اول ما تصحي لغايه ما تنامي 24 ساعه طول حياتك. لو عشتي 80 سنه فهو ال 80 سنه دول الا ال 10 سنين الاولين، يعني هتحسي 70 سنه وانت عقليه البنت الضحيه. لازم تبعدي عن العقليه دي لان دي اهم حاجه. اول حاجه يا جماعه عايزاكم تفهموها، وهي ان انت مش هتوصلي لحاجه لما تفضلي دايما ماشيه ورا ان انا ضحيه، انا المظلومه، انا. طب وبعدين انت مظلومه في الموقف ده، كنت دفعتي عن نفسك، ما دفعتيش عن نفسك خلاص خلص الموضوع. دايما حاسه انه انا صحابي بيكرهوني، انا حاسه ان انا مش محبوبه وسط البنات، هتقولي لي ده عدم ثقه بنفس. عدم ثقه بالنفس يا جماعه، وفي نفس الوقت حاسه ان انت دايما ضحيه، وانه لا كلهم مذنبين، كلهم مذنبين وبيعملوا غلط، انهم مش بيهتموا بيكي وانت بس الانسانه كويسه. كل ما تنضجوا ان شاء الله الفيديو ده يكون وعي ليكم، بس اول ما تكبروا شويه هتقولوا انه لا، لان حياتك بتضيع، ان الساعه اللي عدت من شويه عمرها ما هترجع تاني. الدقيقتين اللي كنت بقول فيهم كلمه من شويه عمرهم ما هيرجعوا تاني، حتى لو عدت نفس الكلام في فيديو. بس الحقيقه مش هنكدب على دماغنا، الدقيقتين دول مش هيرجعوا تاني، الدقيقتين دول ماما كانت في الصلاة مش هيرجعوا تاني. فالموضوع يا جماعة انه افهموا ان الحياة بتعدي، عمركم بيعدي، عمركم بيخلص، انه الايام بتعدي وانتوا لسه ماشيين بحاجة حصلت في الماضي، حتى لو حاجة في يعني لسه بتحصل حاليا، انه لا اهلي ما بيحبونيش، اهلي ما اعرفش ايه. في ناس فعلا ممكن بتواجه مشاكل مع اهلها، بس ما تخلوش موضوع اخر الدنيا، تلاقي حياه غيرها. يعني حاولي تلاقي ناس في يومك تعمليها غير انك تفكري، وده ممكن تبداي بيه الموضوع ده لما تحسي ان انت في تفكير كتير في دماغك. اعملي حاجات كتيره وبعدي عن التفكير. العقليه دي يا جماعه اول حاجه هتتعسك في حياتك. انا ازاي اتخلصت منها بصراحه؟ حسيت انه يعني حياة بتستمر عادي وشوية نضج، يعني مش عارفة بصراحة، ممكن الواحد يتثقف شوية، الواحد يعلي ثقته في نفسه شوية، وهكذا. الموضوع بيجي بالتدريج، بس أهم حاجة انتي اعرفي مشكلتك. الشخص شفت قبل كده في بودكاست بيقول ان الشخص الناضج والواعي والفاهم واللي بيحب نفسه فعلا هو اللي بيعترف بمشاكل نفسه. انا شايفه ان انا عندي مشكله في كذا، بمجرد ما انا اقول انا عندي مشكله في كذا محتاجه احلها، مش اللي هو انا عندي مشكله بس، لا انا محتاجه احل المشكله دي. انتي انسانه كده واعيه انك بس فكرتي تعالجي مشكله عندك. بجد بجد يعني برافو عليكي لو فهمتي دلوقتي انا بكلمك ان انت فعلا عندك عقليه البنت الضحيه، وانك دايما في اي موقف بتحسي ان انت اللي قاعدين مش بيحبوكي، ان انت ضحيه في كل حاجه، انت ضحيه في الزمن ده، ان انت ضحيه في العيله دي، ان انت جبروكي على حاجه انت مش عايزاها، وهكذا. مش بقولك تبقي مبسوطه ان هم جبروكي على حاجه، بس في نفس الوقت استمري.
الحياه بتستمر. وبصراحه لو بجد لسه ما اقتنعتوش بموضوع عقليه البنت الضحيه ابحثوا عنها. مش هقول لكم اطلبوا مني وهكتب لكم اكتبوا في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو كده، لا انا مش هستغل يا جماعه مشاكلكم النفسيه. بجد ابحثوا عن الموضوع ده، لعل مثلا ممكن بجد اكيد ممكن حد يقول حاجات اهم، حاجات مفيده. في كتاب اسمه جلسات نفسيه، والله عايزه اجيبه لكم. تمام ثواني. هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ اي هوب انكم تكونوا كويسين بجد. هقول لكم على سر، انا ما قريتش ولا كتاب منه. لا ممكن، مش عايزه اكتب والله، بس ممكن 2 يعني. ف تعالوا ما تصدقوش كل حاجه على السوشيال ميديا، لان النصيحه الجايه، في نصيحه جايه على الموضوع ده. ايا كان بصراحه اختي قريتهم يعني ما شاء الله، ومش عارفه بصراحه قريتهم ولا لا، بس هي كانت تجيب بالكتب بقى، مش كتاب او 2، هي كانت تجيب بالكتب. وفي 1 2 في 2 تحتكم، انا بصور فوقيكم. والجبروت بتاعي لا 3 عشان واحد صغنون. الجبروت بتاعي حاطه التابلت بتاع ماما، لا تابلت المدرسه بتاعي تحتكم يعني، مفيش حاجه اعلي عليها الموبايل. بصوا يا جماعه، انا قلت استراحه نفسيه ولا جلسات نفسيه؟ ان في 2 تمام. بصراحه مش متذكره يعني، انا قريت، بصوا كل واحد بقرا منهم مثلا 100 صفحه وخلاص بيكنسل على كده. فن التسويف اقول لكم عنه ولا مش محتاجين؟ استراحه نفسيه، جلسات نفسيه، مش فاكره انهي فيهم اللي قريته كان في الموضوع ده، بس في واحد كان بيتكلم عن الصحاب وانه اهو ده. بصوا محتويات الكتاب كتيرة 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 وما أدراك ما كتيرة. اختار أصدقائك، كن قويا، كلمة السر، الاكتئاب، الإحباط، الخوف، عدم الكفاءة، الملل، الحزن، الوحدة، الشعور بالذنب، الغضب. عامل لكم أغنية ما علينا. بصراحة يا جماعة في حاجة، وهي ان انا الفترة الاخيرة الفيديوهات بتاعتي كنت بتكلم فيها بسرعة، الريلز او الفيديو الاخير، فانا مش طبيعتي بتكلم بسرعة يعني، انا بتكلم بالسرعة اللي انتوا سامعينها دلوقتي. لو انتوا شايفين ان هي سريعة فمش عارفة، بس انا بالنسبة لي مش سريعة لان اختي اسرع مني، فانا بصراحة بالنسبة للبيت هنا بطيئة، او لا مش بالنسبة للبيت، اختي مش سريعة بصراحة يعني. anyway الفكرة ان هو انا مش عايزه اخلي الفيديو ممل، بس في نفس الوقت انا حاسه ان انا مش مرتاحه، انا كده مرتاحه. واحاول في الاديت ما اقصش كتير، لان خليكم كاني قاعدين معايا في الاوضه وبشرح لكم وبفهمكم، وانتوا يا ريت تتناقشوا معايا في مواضيع، لان ما بحبش اتكلم مع شخص ما يردش عليا، او مش ما يردش عليا، ما يكونش فاهم انا بقول ايه، وما يكونش كده يعني. كنا فين؟ فابحثوا على الموضوع ده، وان شاء الله يعني تلاقوا حد احسن مني. لو لقيتوا حد احسن مني اكتبوا لي في الكومنت عشان اديكم مش هتلاقوا. النصيحة دي قد تناسب البعض قد لا تناسب البعض، وهي اخرجي على قد ما تقدري. انتي مش في بيئة مناسبة للخروج او كده، عادي ما تخرجيش. مش عارفة بصراحة بتخرجوا ازاي، بس لو انتي يعني في بيئة مش عارفه، بس انا حاسه لا يعني مش عارفه بصراحه، مش عارفه اقول لكم ايه، بس لو انت في بيئه مش بتنفع فيها الخروج دايما، انت ممكن تسافري مثلا محافظه ثانيه عشان تخرجي، مش عارفه بصراحه. بس لو انت من الاخر، عشان مش عايزه بجد اضايق حد، مش عايزه اخلي حد يحس ان هو ليه كل اللي هيشوفوا الفيديو هيطلعوا كده بعد الموضوع ده، بس يا جماعه لا، لو مش هينفع تخرجوا راحتكم عادي، بس لا مش هقول، ما علينا. افهمكم، لان انا بصيت على الفيديو اللي شويه صورته، انا كنت مش عارفه افهمكم الجزئيه. في بيئات معينه مش بينفع ليهم الخروج، او مش اللي هو اهلهم مانعينهم، في برضو بيمنعهم، بس في بيئات المنطقه حواليهم مش بينفع يخرجوا، تمام، زي القرى وكده. الناس اللي بتخرج مثلا في المدن وكده هتنفع تخرجي، اخرجي، ما تفضليش البيت عن الخروج، لا اخرجي عشان تشوفي الناس، تشوفي الدنيا، اطلعي مع اصحابك، شوفي اماكن جديده. لو انتي في مكان مش هيسمح لك الخروج، شوفي حاجات تعمليهم بدل الخروج واعمليهم في البيت. اوكي، نقفل الموضوع ده على هنا، عشان انا بجد مش عارفه ايه خلاني اجيب الفكره دي. معلش يا جماعه لو حد اتضايق من الموضوع ده، انا عارفه ان الفيديو طول، بس دي اخر حاجه. كنت هكمل والله بس بجد مش هينفع، فهعمل لكم بارت 2 لو عايزين. انا عارفه انتوا عارفين بجد لو ما طلبتوش بارت 2 انا هزعل يعني، بجد هزعل. anyway وهي بطلوا مقارنه، ما تقارنوش نفسكم باي حد باي حد باي حد، الا في حاله واحده بس هقولها لكم بعد شويه، لغايه بس ما تفهموا الموضوع ده. اول حاجه يا جماعه، المقارنه هتسلب طاقتكم
ده يعني عارفين 99.9 من 100 هتاخد طاقتكم، هتخلي طاقتكم تحت الصفر. يعني هو مش صفر بجد، هو تحت الصفر. ان انتوا تقارنوا نفسكم بحد، يعني تكوني قاعده في مكان تقولي انا حاسه، تطلعي من البيت جميله بجد، بعدين تشوفي بنت تقولي انا حاسه ان هي اجمل مني، ممكن تغيريها لو سمحتي بكلمه هي انا حاسه ان هي جميله، او هي جميله، مش لازم انا حاسه هي جميله. يعني غيري كلمه انا حاسه ان هي اجمل مني بحيث كلمه انا حاسه ان هي جميله. بلاش كلمه اجمل مني، اشطر مني، اروع مني، اذكى مني، ارقى مني، اغنى مني، اي حاجه فيها انه مقارنه. بجد بجد ابعدي عنها، لانها هتاخد طاقتك يا جماعه. بجد انا قلتها 10 مرات مش هتفهموا قد ايه انا بتكلم جد. ان انتوا تقارنوا نفسكم بحد موضوع صعب على نفسيتكم، بجد بجد صعب على نفسيتكم. لان اولا انت البنت اللي هتشوفيها دي مش هتعيشي من حياتها غير 5 دقايق. عارفين يا جماعه الكابوس فين؟ ان انت تقارني نفسك بحد على السوشيال ميديا. ياه بجد 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 اكبر غلط عملتيه في حياتك هو انك تقارني نفسك بحد على السوشيال ميديا، في الحياه عامه بس في السوشيال ميديا. لان انت بتقعدي تقريبا 8-9 ساعات على التليفون، بتقعدي اقل من كده برضه بتقعدي كتير. لو 3 ساعات او ساعتين بس انت بتقعدي بتشوفي كميه بنات، انت طول ما انت عماله سكرولينج على الموبايل بتشوفي كميه بنات. وبصراحه مش هنقول ان هم وحشين، احنا كلنا جميلين، كلنا حلوين. مش هقلل من حد لمجرد ان اقول لك لا هم مش حلوين، انت مش بتشوفي حقيقتهم، الفلاتر والكلام ده تمام. الفلاتر ليها دور، بس لو واحده ملامحها مش حلوه هي اصلا مهما عملت، هو مفيش واحده ملامحها مش حلوه، بس لو واحده مش حلوه اصلا لو حطت فلتر ايه مش هتطلع حلوه، معلش يعني بجد. ان انت تقارني نفسك بحد على السوشيال ميديا دي كارثيه. هقولك ليه. لان اولا خلينا نقول ان انت بتقارني نفسك بواحده مشهوره اجنبيه، في واحده مش عارفه اسمها ايه يا جماعه، بس بيقلدوها بيقارنوها بواحده في العرب. بجد انتوا دماغكم ايه يا جماعه؟ بجد دماغكم ايه؟ مش عارفه، بس هي بشرتها حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بشرتها ولا غلطه. والحقيقه ان هي بشرتها في الحقيقه كده. فاللي هقول لكم لا هي في التصوير بس بيضحك عليكم، بشرتها في الحقيقه كده. بس الفكره ان اللي انتم مش اخدين بالكم منها، وهي ان ده شغلها هي كانسانه مشهوره. هي مش عارفه هي عارضة ازياء تقريبا. هي كانسانه الشغل بتاعها مش عارفه هي شغاله ايه بجد، بس هي الشغل بتاعها بيلزم عليها تاكل اكل صحي، بتحسب الاكل بتاعها بالملي كده، يعني بجد بجد بالملي بتحسبه. بتكون اخده بالها من كل حاجه، بتعمل رياضه. اعملي رياضه، انت مش عاجباكي شكلها، انت بتقارنيش نفسك بيها، بس بجد لو عايزه مقارنه على حق اعملي رياضه زيها. شفتي موضوع سهل ولا صعب؟ يا ما اعرفش بجد اقول لك ايه. المهم هي بجد بتعمل كل حاجه لان هي اللي عايزه توصل لنتيجه ان هي بشرتها تبقى كويسه. ولو انت عملتي نفس الحاجات دي بشرتك مستحيل تبقى وحشه. بجد بجد بشرتك هتبقى كويسه وهتبقى صحيه. لو لسه فيها حبوب هتبقى صحيه، ممكن انت حبوب فيكي وراثيه ايا كان، بس هي هتبقى صحيه. ما تقوليليش يعني بجد، ما تقولي ده انفلونسر على التيك توك ايا كان الابلكيشن، هتقولي بشرتها حلوه، ستايلها حلو، لبسها كتير مثلا، عشان ده بجد موضوع. شفت قبل كده بنت يا خرابي على الكومنتات عندها، انت ما تعرفيش ان هي شغلها انها تعرض اللبس. هي كعارضة هي شبه عارضة الازياء بس على يعني محلي وكده. فهي بجد بجد ده شغلها. انت اشتغلي زيها وهتجيبي. شغلها انها تجيب قطع، انها البراندات تبعت لها وهي تصور وكده، فدي شغل حلو. بس الفكره ان انت بتقارني مقارنه غير عادله اطلاقا تماما. بجد بجد حرام عليكي لما تظلمي نفسك وتقارني مقارنه مش عادله. يعني بجد يا جماعه بجد اسمعوا الجمله دي، ما تقارنيش نفسك بحد على السوشيال ميديا لانك ما تعرفيش حياته. ما تقارنيش نفسك بيا. تقولي انت مثلا الاعلى وما اعرفش ايه، ماشي مسك الاعلى اوكي حلو، يعني مش هقول لك حاجه يعني، بس ما تقوليش ان هو دي حياتها حلوه وكده. لا يا جماعه محدش يعرف عن حياه حد حاجه. انت بتشوفي مجرد دقيقتين بس من كل واحده على السوشيال ميديا وبتقلبي، مش بتدخلي حياتها بقى وبتدخلي تشوفي مشاكل حياتها ايه. لا انت مش بتشوفي اي حاجه من دول. فالحته دي طولت، بس هي تستاهل I think.
ابعدي عن المقارنة على قد ما تقدري. عايزاكم بس تعرفوا اخر الفيديو ان مفيش حاجة من دول هتيجي مرة واحدة كده مجرد ما سمعتي الفيديو او هقوم طلقة اعمل اقرا كتاب جلسات نفسية اللي قلتلنا عليه، وهبطل مقارنة وهبطل اكون ضحية. قلت ايه كمان تاني؟ انا هبطل وهبعد عن الشخصيات السامة وكده. لا يا جماعة، مش مجرد بتقفلوا فيديو الموضوع ده هيحصل، انتوا بس خدتوا خلفية عن الموضوع، ومش خلفية وبس يعني، اكيد مش الوقت ده كله خلفية يعني، ما تحبطونيش بجد، بس هتكونوا فهمتوا الموضوع. وهو هياخد وقت، طالما انتوا فاهمين دلوقتي هياخد معاكم وقت، بس عشان انا جعانة بجد هموت واكل. اقول لكم حاجة، دلوقتي الساعة 1 تقريبا. Are you crazy؟ محتاجة اعمل اديت والله يا جماعة بجد. دي اخر مرة، لو ما شفت حب على الفيديو ده بجد 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 ما تشوفنيش تاني بالاخر يعني. بس اقول لكم على حاجه تمام، وهي ان انا الفتره الجايه انزل لكم فيديوهات كتير تقريبا يعني، في افكار جهنميه، بس اكتبوا لي كمان افكار، لان انا كداب على فكره مش افكار كتير، بس اللي انا اعرفه ان انا هنزل كتير الفتره الجايه. بنزل لكم ريلزات، ايه رايكم فيها؟ بس قوي برضو الموضوع ده، هنزل اكتر من كده. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي. انا اسفه لو طولت عليكم، بس مش بايدي. انا قلت لكم نصايح بجد